مرحبا بكم معايا مرة أخرى على قناتي. سعيدة جدا بلقائكم من جديد في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله كنقترح لكم واحد الحلوى رائعة، الكوتي، حلوة الغراف بمكونات جد بسيطة، كتجي صراحة هشيشة ومقرمشة، مقلية في الزيت. إذا بلا ما نطول عليكم، بالنسبة للمكونات كما كتلاحظوا معايا مكونات قليلة وبسيطة. إذا كنحتاجو 500 غرام من الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات أو نصف كيلو. كنحتاجو نكهة ديال الفاني، رشة من الملح، ثم بيضة كاملة، زائد الماء البارد الكافي باش نعجنو العجين ديالنا. اذا بعد ما تعرفنا على المكونات ندوزو للطريقه ديال التحضير. اذا كما قلت لكم بالنسبه لهذه الطريقه ديال الحلوه ديالنا اللي غنصوبوها حلوه الغراف، طريقه جد بسيطه. اذا في اناء اللي فيه 500 غرام من الدقيق غادي نضيف نكهه ديال الفاني، ثم البيضه ورشه من الملح، ثم غادي نبقى نعجن العجين تاعي وانا كنضيف الماء البارد شيئا فشيئا. اذا نحاول العجين تاعي ما يكونش خفيف، ما يكونش جاري، يكون بين وبين متوسط. اذا ما هو قاصح وما هو جاري. بعد ما كنضيف الماء الكافي، اذا كنحاول ندلك العجين تاعي من 3 حتى ل 4 دقائق، اذا حتى كنتحصل على عجين لين على هذا الشكل هذا. اذا بعد ما كندلك العجين تاعي واحد 4 دقائق تقريبا، كنحصل على عجين لين كما قلت لكم. بعد ذلك غادي ندوزو للمرحله المواليه، غنشكل العجين تاعي الى كرات صغيره. حتى لهذا الغرض غادي نستعمل واحد الصينيه اللي دهنتها بالزيت، وكذلك غادي نستعن كذلك بالقليل من الزيت باش نقسم الكرات ديالي. اذا طريقه جد بسيطه، اذا الكرات يكونوا صغار ونبسطهم على هذا الشكل، ثم غنوضعها في الصينيه. بنفس الطريقه غادي نخدم جميع العجين تاعي على هذا الشكل. اذا انا غادي نكمل التشكال تاع العجين تاعي ومن بعد نتلاقاو باش ندوزو للمرحله المواليه. انا رجعت لكم بعد ما شكلت الكرات ديالي وعملتها على شكل كرات صغيره. بعد ذلك غادي نحاول نغطيها بهذا البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق. كل ما خليناها ترتاح كل ما كانت الطريقه ديال التوريق جد سهله. اذا انا غادي نخليهم يرتاحوا من بعد نتلاقاو باش ندوزو للمرحله المواليه. بعد ما كترتاح ليا العجين تاعي، دابا غندوزو للمرحله المواليه، مرحله التوراق. اذا طريقه جد بسيطه، غادي نحاول ندهن الصينيه كذلك بالقليل من الزيت، ثم غادي نسرح الكره ديالي بالاستعانه بالزيت كذلك، اذا القليل من الزيت فقط. بعد ما كنسرح العجين تاعي، اذا كملحوظه نحاول نسرح او نورق العجين تاعي غير بشويه باش
يتقطع شويه العجين. اذا تقطع ليه هنا شويه ماشي مشكل. اذا نتوما بالاستعانه بهذا القطاع هذا ديال الشباكيه اولا ديال البيتزا، اذا غادي نحاول نعمل خطوط في الوسط على هذا الشكل. اذا خطوط رفيعه، ثم غنوضعها جانبا. اذا بنفس الطريقه غادي نخدم الكرات ديالي. اذا غنخدم معكم وحده اخرى. اذا طريقه جد بسيطه، كنسرح العجين تاعي ثم بنفس الطريقه غادي نستعمل الجرار ونعمل خطوط في الوسط. اذا انا غادي نستمر على نفس الشكل ومن بعد نتلاقاو باش ندوزو للمرحله المواليه. بعد ما كنشكل العجين تاعي كله على هذا الشكل هذا اللي كيبان لكم، دابا غادي ندوزو للمرحله المواليه، مرحله الطهي اللي كنحتاجو فيها كما كيبان لكم واحد الكاسرونه تكون صغيره، من المستحسن يكون القطر تاعها صغير جدا. ثم كنوضعها على النار وكنملئها بالزيت. اذا نحاول ما نملؤهاش بالزيت على اخرها، نعمرها فقط ربع الكميه من الزيت، تفاديا باش ما تخوى لينا. اذا على بركه الله ندوزو للطريقه ديال الطهي. اذا نحاول نهز هذا العجين تاعي من الطرف اذا على هذا الشكل، ثم الطرف الاخر وطرف في الجانب الاخر على هذا الشكل هذا. اذا طريقه جد بسيطه. ثم كنهزها على هذا الشكل وكنوضعها مباشره، وكنحاول نعملها على هذا الشكل هذا، ندورها بالشوكه. اذا كنحاول نحلها. اذا طريقه جد بسيطه. نتمنى تكون الرؤيه واضحه. ثم كنراقبها وبعد ذلك كنحاول نقلبها للجهه الاخرى. على هذا الشكل. بعد ما كتحمر ليا الحلوه تاعي، اذا دابا غادي نحيدها من الزيت وغادي نحاول نوضعها في اناء عليه ورق بابي ابسوربون ولا الورق النشاف. اذا بعد ذلك غادي نحاول نخدم معكم وحده باش تشوفوا الطريقه. اذا طريقه جد بسيطه. اذا بنفس الطريقه كنحاول نهز العجين من الاطراف، الطرف الاول مع الطرف الثاني ثم الجوانب على هذا الشكل، وكنهزوها وكنوضعها وكنحاول نحركها على هذا الشكل. اذا بحال كنحلها، اذا كنعمل حركه دائريه باش تحل ليا الحلوه تاعي. بعد ما خدمت معكم الشكل الاول اللي كنخدموه في الكاسرونه، دابا غادي ندوز معكم الطريقه الثانيه بما انها حلوه ديال الغراف. اذا كنستعنوا بغراف او طاس اذا على هذا الشكل هذا. نحاولوا يكون طويل ويكون السمك ديالو صغير. اذا على بركه الله. اذا نفس الطريقه كنشدوا الجوانب الاطراف، كنجمعوا كلشي مع بعضياتو وغادي نوضعها في الغراف.
على هذا الشكل. ثم غادي نحاول بنفس الطريقه حركات دائريه. اذا غنحاول نقرب لكم الكاميرا باش يبان لكم الشكل ديال الحلوه تاعنا وهي في الغراف. اذا كما كتلاحظوا، اذا بالنسبه للطريقه اللي وريتكم في الاول ديال الكاسرونه، اللي ما متوفرش عندها طاس او غراف تستعملها ماشي مشكل، غير هذه كتجيب لنا الحلوه كتكون طالعه شويه. اذا انا غادي نستمر على نفس الطريقه ومن بعد نتلاقاو في طبق تقديم النهائي. هاني رجعت لكم مشاهدينا الكرام في طبق التزيين النهائي. اذا كما كتلاحظوا معايا حلوه الغراف او الكاسرونه كتجي صراحه من اروع ما يكون، بمكونات جد بسيطه والنتيجه رائعه. اذا كتزين انا درت ليها شويه ديال العسل، ومن فوق منها درت ليها شويه تاع الزنجلان. اذا هذا الشكل الاول ديال الغراف اذا كما كتلاحظوا معايا كتجي على شكل ورده وكتكون مجموعه شويه. اما بالنسبه لهذا الشكل هذا فهو اللي خدمته بالكاسرونه كيجي شويه محلول، ولكن النتيجة واحدة. إذا كنتمنى الحلقة تاع اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم، وفي فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله نشهيوات إلى متى.